قص العربي والدحيل شريط مشاركة الأندية القطرية في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بمواجهتين قويتين أمام صاحبي الأرض الكويت الكويتي وبرغان الكويتي. العربي استهل المشوار أمام مستضيف البطولة الكويت الكويتي في أقوى مواجهات المجموعة الثانية. المستضيف كان الطرف الأفضل ومكنه حسن التركيز والرغبة في الانتصار من حسم الشوط الأول ب16 هدفا مقابل 9 أهداف. في النصف الثاني انطلق زملاء يوسف بن علي نحو الهجوم واستطاعوا تقليص الفارق إلى 3 أهداف ليعود صاحب الأرض ويفرض سيطرته من جديد ليحسم المواجهة ب27 مقابل 22 هدفا. يسجل 5 أهداف الشخصية. وضمن المجموعة الأولى وفي مباراة احتفظت بأسرارها حتى الثواني الأخيرة كانت مهمة الدحيل أمام برقان صعبة. اتفرض الأخير إيقاعه على المباراة منذ ضربة البداية معتمدا على المد الهجومي المميز، ولكن زملاء أحمد مددي انتفضوا لينهوا الشوط الأول بنتيجة 14 هدفا مقابل 13 لصالح طبعا الدحيل. وفي الشوط الثاني وبهدف هنا وهدف هناك مع أفضلية التقدم للدحيل استمرت المواجهات الساخنة، ولكن برغان الكويتي استغل بعض الأخطاء ليتمكن في آخر 20 ثانية من خطف هدف الفوز. لمركز أخبار قنوات الكاس جمال الشيباني. إذا انتهى اللقاء. برافو برافو برافو، مبروك لبرغان.